اهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين الجمال ده؟ السمك القمر ده، السمك اللي بتخديعة بتاع زمان. عارفين كلمة تخديعة ديت؟ طبعا المصريين عارفينها، اللي معرفش في الدول التانية بيقولوا عليها إيه بس دي هنشوف. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا جبنا سمك يعني بلطي، ونضفناها كده زي ما انت شايفة. ويعني ان احنا نسيب الراس كده، ما نشيلش الجناب بتاعة الراس بتاع السمكة. دي بتحمي ان التتبيلة تفضل وهو بيتقلى، ان التتبيلة تفضل في قلب السمكة ما تخرجش. لو شلنا الجناب ديت بتاع السمك، الراس بتاع السمكة، هتلاقي التتبيلة كلها خارجة في الزيت. تمام. فجبنا طبعا كلنا عارفين احنا بننضف السمك ازاي، وبننقعه بليمون وبملح، وليمون مش خل وكلام من ده. ليمون وملح، اهم حاجة الملح يا جماعة، الملح بيشد الزفارة. ودقيق. تمام. وجبنا كده، وطبعا صفيناه، نقعناه شويه في يجي ساعه كده في المحلول النقع ده. وغسلناه وصفيناه زي ما انت شايفه، زي القمر كده. جبنا فلفلايه وقرن شطه. يعني الشطه ما كانتش حاميه، يعني كانت حلوه كده. وعودين بقدونس، لا مش بقدونس، عودين كزبره، وعودين شبت. تمام. هنفرمهم في الكبه زي ما انت شايف. طبعا فرمناهم، وهنعصر بقى الليمونتين دول. الليمون يا جماعة للسمك لازم لازم. تمام. ما نحطش خل خالص، الخل هيهري السمك. زي مثلا الكبدة برضو ما ينفعش تحطي، الكبدة البقري يعني ما ينفعش تحطي خل، لازم ليمون برضو. في انواع كده من اللحوم لازم ما ينفعش الخل فيها خالص. السمك برضو نوع منهم ما ينفعش تحط خل، الخل هيهري، لان في لحمة السمك ناعمة. تمام. فحاجة كده زي الخل الحامض لا مش هينفع معاه. الليمون كتري بقى براحتك زي ما انت عايز. تمام. هنقلب بقى كل التتبيلة ديت، هنحط بقى طبعا عليها التوابل. عصرنا الليمونتين. هنحط برضو ملح، وطبعا انتوا عارفين ان انا عندي برطمان ملح على كمون على شطة. بسيبه للوصفات ديت، السمك، الفول، تتبيلة كبدة اللي هي الكبدة البقري، بتنجان، الكلام ده كله. انا حطيت كزبرة. طبعا سمك يبقى ما فيش فلفل اسمر خالص. والبرطمان اللي بقول لكم عليه ملح على كمون على شطة. تمام. مش هنحط كمون بقى، هو الكمون في البرطمان ده. ماشي. قلبي بقى كده حلو. شم بقى ريحة التتبيلة دي خطيرة يا جماعة. عايزة بقى تحط قرن احمر يعني، بس يبقى حامي مثلا او بارد براحتك. شايفة الجمال؟ شايفة الجمال؟ وهيبقى كده. هنجيب بقى السمك بتاعنا وهنتبله زي ما انت شايفة كده. السمك بتاعنا لازم يبقى كبير كده، علشان هنعمله لسه تخديعة، هيبقى زي العسل. طبعا انا ما اعرفش تخديعة ديت، خلطة كده زي خلطة المحشي يا جماعة. يعني اللي ما يعرفش، اللي من بره مصر، اللي ما يعرفش كلمة تخديعة دي، يعني مسبكة قوي. وفيها كل حاجة اللي احنا بنعمله للمحشي، طماطم وبصل بس طبعا انا في التخديعة دي بتحط يجي 3 فصوص توم كده مفرومين. وبرضه بتحط عيدان كزبرة، وعيدان بقى شبت برضه. تمام. تبلي بقى السمك كده، وهيبقوا زي ما انت شايفة كده. تمام. هنروح بقى على الزيت. هنروح بقى هنعمل ايه التخديعة. تمام. هنعمل بقى ايه، هنجيب مقلاية فيها زيت. زيت مش كتير يعني، 3 معالق زيت بس. وعلشان بقى ايه هنعمل التخديعة، هنحط البصلاية كده مكعبات. هنشوف مع بعض دلوقتي. صلوا على النبي يا جماعة. أهم حاجة الاشتراك، بالله عليكم يا جماعة، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أهم حاجة علشان يوصلكوا كل جديد أنا هعمله. جبنا المقلاية اهيت، حطينا فيها 3 معالق زيت. هننزل ببصلاية كبيرة كده مكعبات. أنا حسيت إن البصلاية صغيرة شوية، جبت نص بصلاية كمان. كنت واخدة بصلاية ونص كده، كانوا وسط. لا يعني حسيت إن هبقى عايزة شوية.
فقمت جايبه النص اللي باقي وقمت مقطعاه كده ايه معاكم واحنا ايه وانا بشتغل كده. قلبي بقى كده. عايزين البصله تدبل يا جماعه. البصله دي بقى ميزتها يا جماعه، يعني انا ما بشرتهاش ليه؟ اما بتكون البصلايه مبشوره يعني ايه، بتحسها مش مسكره كده، لو جيت في بقك مش مسكره. اكمن لما بتبقى في التخديعه اهو، انا لما بقطع نص البصلايه، اما بتبقى في التخديعه مكعبات كده وكبيرة شوية كده، لما بتيجي البصلاية في بقك بتبقى مسكرة وحلوة. بالذات البصل الجديد الأيام دي، يعني الأحمر ده بيبقى مسكر وجميل ما شاء الله. هحط بقى يجي نص معلقة ملح كده بحيث البصلاية بس تدبل. وعودوا برضو نفسكم ما تحمروش البصل، يعني ما تحمرهوش ولا تدخلوه ايه في مرحلة انه يبقى غامق كده، لا دبليها علشان تبقى مسكرة. تمام. اه هحط رشة ملح، يعني يجي نص معلقة كده صغيرة، علشان ايه تساعد ان البصلاية تدبل بسرعة. قلبي، كل ما تحطي حاجة قلبي. طبعا انا عاملة إيه يعني مقطعة يجي 3 فصوص توم كده، يعني بالسكينة كده مقطعاه. عايزة تدقيه برضو براحتك، انا ما بفرزش التوم يا جماعة، ما بفرزش التوم. وقلت لكم قبل كده إيه مش بيبقى حلو خالص، فايدته بتروح والله. بصي لو هيفضى كله، لا بس مش هيفضى، يعني انت فاهمة والله، احسن بكتير. ايه هاتي بتزهق من تقشير التوم عشان صغير، هاتي من التوم الاحمر اللي بيبقى الفص كبير ده، وفي ثواني هتلاقيكي مقشره الفص وكبير كده وبسم الله ما شاء الله. إيه اكمن ان انت تحطيه في الفريزر ده بيتحول لحاجات تانية، سموم وكلام من ده، فيعني احنا في غنى عنها. إيه حطيت انا مسبكه حبه طماطم كده فريش، طبعا ما بحبش اجيب الصلصه وكلام من ده. إيه واحط الملح. طبعا ما فيش فلفل اسمر سمك، يبقى ما فيش فلفل اسمر تستبعدي خالص. الملح والكمون ده كزبره، واحط كمون واحط بابريكا زي ما انت شايفه كده. وطبعا محطوط رشه سكر وانا بسبك الطماطم زي ما انت شايفه كده. بالله عليكم يا جماعه لو استفدتم وحسيتوا ان انتوا استفدتم لو بمعلومه بسيطه، اتمنى يا جماعه الاعجاب. بالله عليكم الاعجاب بالفيديو. لو الفيديو عجبكم، ما عجبكوش ما تعملوش اعجاب. تمام. قلبي بقى كده وغطيه بقى وايه وسيبيه ايه. لا احنا هنحط حبه كزبره وبقدونس. كزبرة وشبت، لا مش هنحط بقدونس خالص، احنا بنستعمل في كزبرة وشبت بس. يعني 3 عيدان من كزبرة و3 عيدان من الشبت بس. ماشي. قلبي بقى كده مع بعض وغطيه، بس ايه هي الطماطم كده كده متسبكة. إيه غطيه بقى ايه كده ياخد من طعم بعضه كده، يعني ايه على نار هادية كده. هنشوف هنعمل ايه. تمام. انا دقته حسيت ان عاوز ملح شوية كمان، فزودت الملح شوية. الخلطة دي بقى يا جماعة هتاكلها ومش هتاكل السمك، حلوة قوي. شايفة الجمال؟ هي كده بقى ايه خلاص. طبعا انا بجري في الفيديو، مش لازم ايه، طبعا احنا قالين السمك مع بعض قبل كده، واصلا منضفينه قبل كده مع بعض. إيه انا قلت اما اوريلكم ايه، انا طبعا هما كانوا 5 سمكات. إيه هعمل بس 3 في التخديعة، لان ابني برضو ايه لسه ما لقاش التخديعة ده، فخايفة ايه ما يعجبهوش، فسبت الاتنين التانيين ايه من مقليين بس. تمام. انا جبت البايركس كده وحطيت يجي 3 4 معالق من الخلطة بتاع التخديعة ديت. واقوم ايه رصة السمك، حاطة السمك. وطبعا أنا في الوقت ده مولعة الفرن، وحاطة الشبكة في نص الفرن. هم دول ال3 سمكات اللي هعملهم في التخديعة زي ما انت شايفة كده. طبعا انا ما شرحتش السمك، يعني عادي، ما يعني انت بس لو سبت السمك في التتبيلة ساعة، يعني تبلتها وحطيتيه في التلاجة ساعة ولا حاجة، بتلاقيه خلاص شرب من التتبيلة وزي العسل. مش لازم اشرحه، يعني عادي. عايزة تشرحيه برضو براحتك. تمام. هنحط بقى ال3 سمكات كده
وطبعا الفرن بقول لكم شغال على نار يعني ايه وسط كده، وحاطه الشبكه في نص الفرن. طبعا هو يعتبر مستوي، هو انا بصوا ما اتكتش عليه في الآلية جامد، يعني انتوا فاهمه إيه، علشان انا عارفه ان انه هيدخل الفرن علشان ما يتهراش. تمام. انزلي بقى بالتخديعه القمر العسل ديت الجميله ديت، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي يا جماعه. إيه وطعم يعني تغيير بقى. وطبعا هيغلي بس كده مع بعض مع بعضه كده، وكله ياخد من طعم بعضه، والسمك ياخد يتشرب من طعم التتبيله الجميله ديت. وهقوم طافيه من تحت واولع بس ايه من فوق، ياخد ايه وش كده يتحرمش كده من فوق كده وخلاص. تمام. بس كده. انا هحط بقى الوقت في التتبيل في الفرن، وايه وهرجع لكم بقى تاني. او استوى معانا. جميل يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بقى يعني صينية حلوة أوي وطعمه حلو أوي أوي أوي. إيه، أتمنى تجربوه. ولو الفيديو عجبكم يا جماعة بالله عليكم أتمنى الاشتراك، أو أول مرة تشوفوني أنا أم مؤمن. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو الفيديو عجبكم إعجاب كده بالفيديو. عاوزين برضو طبعا العيد جاي الكبير، العيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. لو عاوزين أي نواعم انتوا عاوزين تعملوها من كحك البسكوت غريبة بتفور، طبعا كنا عاملينهم في العيد الصغير، مش هنعملهم في العيد ده عشان العيد ده عيد لحمة. فأتمنى تدخلوا يعني ايه تشوفوا الحاجات ديت، النواعم بتاع العيد في القناة. عملناها كانت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت خطيرة يا جماعة. كان السكر فيها حلو قوي. كل حاجة معتدلة كده فيه. آه، لا كانوا حبة نواعم زي العسل. عاوزين تعملوها ادخلوا بقى كده في القناة وهتشوفوا الوصفات الجميلة بتاعة العيد. اما العيد دوت بقى عيد لحمة ان شاء الله، ايه هيبقى وصفات ايه للحوم وكلام من ده. شايفين السمك بقى؟ شايفين ما شاء الله لون السمك؟ لازم تجيبيه كده صابح وزي العسل كده، والظهر متختخ كده وحلو. ما شاء الله، شايفة الجمال؟ مستوي زي القمر، قمر يا جماعة، ولا طعمه الخطير. لا 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 لا، لازم تجربوه. وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.